وصور واحكي حكاية شعب. عالمصري دور واسأل مين فينا عاشها بقلب. تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة، صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا، في السلم أو في الحرب. أهلا بحضراتكم ولقاء جديد وعلى المصري دور. تهتم حاليا مصر بالبحث العلمي وبالباحثين والمخترعين، لأن هم دول اللي بيقيموا الحضارة وحضارة الدول بشكل عام. ويسعدنا ويشرفنا في لقائنا اليوم مع المصري دور أن نلتقي بالسيرة الذاتية والدكتور محمد صلاح حسنين إبراهيم، صاحب 18 براءة اختراع، 150 ابتكار، 6 مشروعات قومية وتنموية حل الكثير من المشاكل الأساسية في مصر، ومدير المركز الرياضي لكمال الأجسام ورفع الأثقال واللياقة البدنية. دكتور، أنا لو قعدت أقول السيرة الذاتية مش هنكمل الحلقة، مش هنلحق نكمل الحلقة. من الله سبحانه وتعالى دايما يا رب إن شاء الله. الحكاية ابتدت إزاي يا دكتور؟ وخلينا نتكلم، أبتدي يعني غير الرياضة لاحقا، لأنه من النادر أن نلاقي مخترع وحد مهتم بالعلم إلى جانب الرياضة أيضا. خلينا أبتدي بالابتكار والاختراعات، ابتدت إزاي ومن إمتى؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، يعني وما توفيقي إلا بالله العلي العظيم. بداية الاختراع حضرتك، أنا كنت حضرت حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف. نعم. فكان بعد المقاطعة مع الروس أو الخبراء الروس، فكان عندنا معدات يعني بدأت تتلف وما فيش قطع غيار لها. فبدأوا السادة اللي هم الضباط الفنيين يعملوا تعديل على معدات عسكرية بحيث أنها تؤدي نفس الغرض. فكان في يعني معدة عسكرية اتعمل فيها فعلا التعديل، بس كان فيها مشكلة انها تشتغل يعني من غير حمل، تشتغل زي الفل كويس. انما لما تحمل على محطة الرادار او الصواريخ تلاقي الذبذبة او الفولت يعلى ويوطى وكل الحاجات دي كلها. فكانت المشاكل ديت مشكلة كبيرة جدا في وقت الحرب. طبعا محطة الرادار بتغطي حوالي 300 كيلو دائري، فطبعا كل ان تسقط محطة رادار بسبب حاجة زي كده كانت مشكلة. فطبعا عالجوها كذا مره وبرضه نفس المشكله قائمه. الحمد لله بتوفيق من الله، لما جيت فكرت ايه الحل للمشكله ديت، فربنا وفقني في حل. الحمد لله والشكر لله ان الحل ده كان يعني حل ابتكاري على مستوى القوات المسلحه، وبناء عليه تم تنفيذ الاختراع ده او تعديل المعده ديت، واشتغلت محطات الرادار، مش محطتنا بس او محطه الوحده اللي احنا كنا فيها، بقيه المحطات الاخرى على مستوى الجمهوريه. فطبعا ده كان اول اختراع، بس طبعا هو ما اتنسبش ليا، انما انا فخور ان انا عملت حاجه زي كده لبلدي في وقت ما، يعني في وقت الحاجه فعلا، ان احنا يعني نقدم حاجه لبلدنا. زي ما ذكرنا يمكن من المقدمة في اختراعات كثيرة، هو في مجالات مختلفة. 18 براءة اختراع، 150 ابتكار، غير 6 مشروعات قومية وتنموية. نعم. ايه هي الاختراعات دي؟ لو حضرتك تقول لنا ابرزها، ايه اللي استخدم فيها؟ ايه اللي تم تسجيله بالفعل او بيستخدم؟ يعني هل نفذنا حاجة من المشاريع العظيمة دي؟ الحمد لله والشكر لله. هو طبعا كل الحاجات دي مسجلة في البحث العلمي. نعم. يعني 18 طلب براءة اختراع متسجلين في أكاديمية البحث العلمي. حصلت منهم على 6 براءات اختراع، يعني براءات نهائية، والباقي تحت الفحص في مكتب براءات الاختراع. طبعا الاختراعات كلها تعتبر زي اولادي، يعني ما اقدرش اميز اختراع عن اختراع، انما فيه الاكبر وفيه الاصغر. نعم. حضرتك يعني في اولا مشروع قومي يعني انا مسميه نهر النهضه التنموي. الحمد لله بفضل الله المشروع ده بيحل يعني اكتر من مشكله. مشروع واحد بيحل اكتر من مشكله. اولا بيحل مشكله الري والزراعه. عندنا في الري والزراعه حضرتك ممكن الفلاح بيحط البذره بتاعته وبيعزق ويحط سماد، وتيجي الزرعه ديت تتلف على ريه واحده اتاخرت على الميعاد. فطبعا في الحاله ديت الفلاح بيخسر والدوله بتخسر معاه.
المشروع بتاعي طبعا اولا هيودي الميه بكميتها المحدده، وسواء كان بالاساليب الحديثه او بالاساليب التقليديه للحقل الرياضي، للحقل الزراعي في وقته المحدد وبالكميه المحدده. يعني زي ما قلت لحضرتك، المشكله اللي هي عند الفلاحين كلهم دلوقتي ندره المياه او قله المياه للزراعه، ولذلك معلش يعني احيانا بيروا من مياه الصرف، واحيانا بيروا من الصرف الزراعي او الصرف الصحي دلوقتي. طب يعني ده بيعمل مشاكل في مشاكل المزروعات حضرتك في الزراعات والتلوث. يعني حضرتك بالظبط، يعني احنا دلوقتي يعني بنصرف هو قد ادى الى ايه؟ كارثه. بنصرف قد ايه حضرتك؟ ملايين او مليارات الجنيهات على الامراض اللي بتيجي نتيجه التلوث. بالظبط. فطبعا المشروع بتاعي بفضل الله انه بيحل مشكله الري والزراعه، بيحل مشكله تلوث المياه، وطبعا ونتيجته زي ما قلت لحضرتك الامراض الناتجه نتيجه التلوث، والمصاريف اللي بتتصرف على الادويه والعلاجات اللي هي نتيجه التلوث. ممكن يحل لي مشكله المواصلات. في نفس الوقت بيحل لي مشكله الفقر والبطاله. يعني المشروع طبعا ما دام في انتاجيه زراعيه هتزيد، يبقى اذا هتشغل ايدي عامله، هيبقى في انتاج، هيبقى في مثلا مصانع قائمه على الانتاجيه الزراعيه، سواء كان مثلا تجفيف او اذا كان صلصه او اذا كان مربى او اذا كان كل الحاجات دي كلها قائمه على الانتاجيه الزراعيه. ده كله حضرتك في مشروع واحد اسمه مشروع نهر النهضه التنموي. المشروع ده حضرتك استاذن معاليك، المشروع ده بيوفر حوالي من 10 ل 20 مليار متر مكعب ميه في السنه، بيوفر مليارات الجنيهات سنويا. يعني زي ما قلت لحضرتك هو مشروع واحد، وكون ان يتحل فيه المشاكل دي كلها، ارجو من خلال هذا البرنامج ان يعني يعرض هذا المشروع. مشروع مسجل يا دكتور؟ مسجل يا فندم، وانا يعني ما بيتنفذش لحد دلوقتي للاسف. معلش ده بقى السؤال للاسف. يعني طبعا انا عايز الجهات المسؤوله او المعنيه يعني لتنميه البلد او لتنميه الدوله انها تشوف المشاريع بتاع المخترعين. احنا عندنا حضرتك مخترعين كتير جدا وفي مجالات كتيره، وطبعا لحد دلوقتي معلش ما تنفذش اختراع مصري يغطي الاحتياجات المحليه او يتصدر بره. مشروع عظيم ومحتاجينه زي ما حضرتك ده مشروع من ضمن المشروعات حضرتك. يعني عامل كمان مشروع برضه بمناسبه الري او بالنسبه للمياه. حضرتك مشروع تدوير المياه الرماديه في المنازل وفي كل المباني. المشروع اولا يعني حضرتك احنا عندنا في صندوق الطرد. صندوق الطرد ده حضرتك بيحط فيه او بيستخدم فيه الميه اللي هي احنا بنشربها او الميه الصالحه للشرب طبعا، وبعدين بينزل في الصرف. انا حضرتك فكرت ان ممكن يتوفر يعني في كل مره حضرتك لو قلنا الفرد الواحد بيستخدم الحمام او بيستخدم مثلا القاعده بتاع الحمام او صندوق الطرد، لو قلنا كل فرد بيستخدمه 3 مرات في اليوم، في كل مره مثلا حوالي من 5 ل 10 لتر، فقلنا 50 مليون. بلاش بقيه المجتمع كله انه هيستخدم صندوق الطرد. فحضرتك احسبي الحسبه دي كلها في يوم واحد، في شهر، في سنه، هتلاقي بتوفر مثلا من حوالي من 8 ل 10 مليار متر مكعب ميه صالحه للشرب. الميه الصالحه للشرب دي طبعا بيتصرف عليها للتنقيه، بيتصرف عليها انها تخرج من الارض، بيتصرف عليها انها توزع على البيوت. كل الحاجات دي كلها هتتوفر، بحيث الفكره بتاعتي برضو يعني بقولها بصراحه او يعني بعلنها، الفكره ان انا عملت خزان للميه خلف صندوق الطرد، بحيث ان الخزان ده ياخد من الدور العلوي. بياخد منين؟ بياخد من حوض الوش، وبياخد من البانيو، وممكن ياخد من الغساله. الخزان ده يعني مساحته او حجمه اكتر مثلا من 10 مرات من صندوق الطرد. فهنا دلوقتي انا بستخدم الميه اللي هي ناتجه او اللي خارجه من حوض الوش او من البانيو، بتتخزن واستخدمها لصندوق الطرد. الدور اللي فوق بيدي للدور اللي تحت، والدور اللي فوق بيدي للدور اللي تحت. في كمان ماسوره فايز، بحيث ان لو الخزان ده اتملى بيدي للي بعده، الخزان اتملى بيدي للي بعده. طبعا بيبقى برضه لها صمامات ولها حاجات من دي عشان يعني التحكم في الميه اللي هي خارجه من الخزان على صندوق الطرد. ففي الحاله دي حضرتك انا وفرت كام متر ميه في اليوم الواحد للدوله كلها.
حضرتك شايف يعني حضرتك قديم شيخ يعني المخترعين يعني، ليه ايه السبب ان كثير من الاختراعات الجيده المسجله الامنه لا يتم تنفيذها؟ حضرتك كل الدول اللي اتقدمت من خلال علمائها ومخترعيها وباحثيها، ولذلك نفذوا القطار، نفذوا الطياره، نفذوا الغواصه، نفذوا الكمبيوتر، نفذوا اجهزه الاشاعه. احنا فين؟ وليه؟ احنا عندنا مخترعين حضرتك، يعني العلماء اللي بره، المصريين اللي بره، اللي هم في مراكز كبيره جدا جدا في المراكز العلميه والمراكز البحثيه ولهم وضعهم. ايه اللي وصلهم لكده؟ طبعا عملهم الجيد وعملهم، واحنا عندنا الحمد لله مخترعين، واحنا عايزين ننهض ونتقدم ببلدنا. للاسف معلش ان احنا ما بنلاقيش الرعايه الكامله عشان ان احنا اختراعاتنا تخرج للضوء. انا حضرتك دلوقتي انا عندي 74 سنه، اول اختراع عملته كان 1977. من 1777 انا طبعا نفذت بعض الاختراعات وسوقتها بمجهودي الشخصي. يعني في المجال الرياضي حضرتك انا نفذت ازيد من 100 تصميم مبتكر، نفذتهم بمجهودي الشخصي وسوقتهم بمجهودي الشخصي. لما جيت حضرتك هتقدم، كانت عملت مسابقه لوزاره التربيه والتعليم، وكانوا طالبين الاجهزه اللي انا يعني اجهزه من الاجهزه اللي انا عاملها، والجهاز الواحد اللي هم طالبينه بيخدم او بيفيد عضله واحده. انا حضرتك الجهاز بتاعي بيفيد اكتر، بيفيد كل عضلات الجسم، وبنفس مساحه الجهاز المستورد، وسعره اقل من عشر ثمن الجهاز المستورد. لا يا دكتور، هو انا قدامي هنا في السي في بتاعت حضرتك كم مشاريع واختراعات غير عاديه. حضرتك ست الشيشه العلاجيه للفيروسات بديل للشيشه الضاره، القناع الواقي، القناع الواقي، اختراعات وتعديلات على جرارات القطار، السخانات الكهربيه للامانه والسلامه، لان دي طبعا حوادث. يعني في حاجات مهمه جدا للحفاظ والامن على الناس. السيطره على الحرائق واطفاء الحرائق من بعد، تعديل على جهاز رسم القلب، وتعديل على جهاز رسم القلب. على فكره تعديل جهاز رسم القلب ده انا اخترعته او فكرت فيه وانا في غرفه العنايه المركزه. كنت حضرتك كان جالي جلطه في القلب وجرحه صدريه وحجزوني. حضرتك عيان بتخترع برضه. بقول لحضرتك في الوقت اللي انا كنت فيه في العنايه المركزه، وجابوا لي جهاز رسم القلب عشان يحطوا الكليبسات هنا ويحطوا الكليبسات، الكليبس ده يتحط والكليبس الثاني يتشال، يعني ما يلزقش، وده يتشال وده ما يلزقش. طبعا في الحاله ديت النتائج ما بتبقاش صحيحه، نتائج رسم القلب ما بتبقاش صحيحه. على طول في وقتها فكرت ايه العلاج اللي ممكن يبقى سرعه ودقه القياس، يعني دقه النتائج وسرعه النتائج على جهاز رسم القلب. هو بالإضافة أيضا دكتور تم ترشيح حضرتك ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي. وخليني أنتقل أيضا لمجال الرياضة، ما أقدرش يعني ما أتكلمش عنها، لأنه غالبا بيكون في اهتمام يا إما بالاختراعات والعلم أو بالرياضة، لكن حضرتك شملت الاثنين وحصلت على أكثر من 40 دراسة دولية وأكاديمية في التدريب الرياضي من الأكاديمية العربية والإفريقية والأكاديمية الأولمبية للقادة الرياضيين. ده على سبيل المثال. في كل دراسه بدات ازاي الرياضه؟ بدات ازاي؟ الرياضه الاول بدات، انا كنت بطل سابق في اكتر من لعبه رياضيه. يعني انا بدات امارس الرياضه وانا عندي تقريبا 15 سنه او 14 سنه، ودي جت بالصدفه. يعني كان احنا عندنا مولد كده بيتعمل، في ناس بتيجي بار الاثقال يعني. فلقيت ناس كبار وقفوا عن ثقل معين ما حدش قدر يشيله، رحت انا داخل شايله بسهوله ونزلته وقلت له زود. فطبعا في الحاله ديت اكتشفت يعني قوتي، واكتشفت اولا انا فلاح ابن فلاح وافتخر، ويمكن برضه ده اثر على يعني قوتي. الشغل في الحقل والشغل في الزراعه برضه يعني كان له تاثير ايجابي على هيكل جسمي وعلى قوتي البدنيه. فبناء عليه برضو اشتركت، كنت بطل في رفع الاثقال، كنت بطل في كمال الاجسام، كنت بطل في الملاكمه للقوات المسلحه. فكان اكتر. بعد طبعا ما السن تقدم رشحت بقى لدراسات اللي هي التدريب. خدت الدراسات الاساسيه من الاكاديميه الاولمبيه للقاده الرياضيين، والحمد لله كان ليا تقدير فيها امتياز وترتيبي الثاني على الدفعه. بعد كده بقى اتاهلت لاكثر من 40 دراسه حضرتك، زي ما قلت لحضرتك دراسه دوليه في مجال التدريب والتحكيم واصابات الملاعب. من خلال الدراسات دي طبعا عرفت حاجات كثيره. يعني اولا يعني كان بيحضر لنا فيها، كانوا بيجيبوا لنا خبراء من المجر وخبراء من الروس وبلغاريا ويدرسوا لنا العملي. الى جانب المواد النظريه كنا بناخد مثلا علم نفس رياضي، سيكولوجيا المنافسات، بناخد تقويم وقياس، ميكانيكا حركه، بناخد علم التدريب، بناخد اصابات الملاعب. فمن خلال الحاجات دي كلها طبعا بتوسع مداركي، وانا خصوصا ان انا حابب ان انا يعني اكون شيء.
بامر الله طبعا سبحانه وتعالى، والحمد لله والشكر لله ان انا وصلت اللي انا وصلت له من عدد الاختراعات. وبقول لحضرتك في مجالات مختلفه، من ضمنهم حمايه السفن من الانقلاب والغرق والتوقف السريع للسفينه عند الخطر. نعم. بنشوف حضرتك لما جيت اشوف المركب اللي هي كانت بتاع رشيد، اللي هي كانت واخده الناس اللي هم الهجره غير شرعيه، واتقلب بيهم المركب. فانا طبعا شفت الفيديو اللي هو فيه ايه اللي بيحصل في نتيجه الغرق بتاع المركب ده. فعلى طول فكرت في حل ابتكاري، والحمد لله والشكر لله الحل ده يعني اولا يعني كل اللي عرضته عليه من الناس الساده المسؤولين هو لسه لحد دلوقتي يعني تحت الفحص في اكاديميه البحث العلمي. يعني احيانا بنسمع ان سفينه بتخبط في سفينه او بتصد في سفينه، او سفينه مثلا وهي داخله المينا ما بتقدرش تتحكم في السيطره، تروح هدى السور بتاع المينا او هدى مصطدمه بالمراكب اللي لو شفنا حضرتك في فيديوهات كتير عن حوادث السفن هنلاقي المشاكل دي كلها. الحمد لله بفضل الله ان انا قدرت اتوصل لحلول ابتكاريه لهذه المشاكل. حضرتك أيضا ألفت كتاب عن أسس التدريب الحديث واللياقة البدنية وموسوعة تمرينات الجيم. نعم. احكي لنا عنها. حضرتك طبعا من خلال دراستي أو دراساتي في مجال التدريب، زي ما قلت لحضرتك ان انا واخد الموضوع عن حب، مش واخده ان انا بس كده يعني للوجاهه او للمنصب او حاجات، لا ابدا، انا واخد الحاجه عن حب. فطبعا ببحث ونقب على كل معلومه تخص الرياضه، وزي ما قلت لحضرتك ان انا ال 40 دراسه اللي هم في مجال التدريب دراسات دوليه طبعا اهلتني ان انا يعني الخبرات دي كلها ان انا اخرجها في كتاب. هو الكتاب ده الطبعه الثانيه على فكره تحت الطبعه باذن الله، يعني الطبعه الاولى نفذت والطبعه الثانيه نقحتها بمعلومات جديده ودي تحت الطبع ان شاء الله. طبعا زي ما قلت لحضرتك الكتاب فيه احدث اساليب التدريب على المستوى العالمي. بمناسبه التدريب حضرتك انا عامل جهاز على بقى نتكلم على يعني ايه الاختراعات اللي على المستوى العالمي في مجال الرياضه. اختراع لرياضه الملاكمه والمصارعه آلية وكل الالعاب القتاليه. يعني اولا الجهاز بيعتبر وحده قياس، وفي نفس الوقت بينمي لي كل الصفات البدنيه الاساسيه الخاصه بالالعاب ديت. يعني اللعيبه اللي هم يعني انا عندي مثلا 20 لاعب عايز اهلهم للدوره الاولمبيه او لدوره عالميه او لبطوله عالميه. نعم. اخد منهم مين؟ انا نميتهم مهاريا، اخد منهم مين؟ الجهاز اللي يحدده لي. الجهاز فيه جهاز عداد الكتروني بيعد لي عدد الضربات، بيعد لي الوقت المستقطع، بيعد لي التقل اللي هو بيستخدم او المقاومه اللي هو بيستخدمها اللاعب. من خلال الثلاث حاجات دولت اقدر احدد مين اللاعب اللي انا هختاره، يعني كانتقاء بقى اللي هو هيخش البطوله ويجيب لي ميداليه او هيجيب لي مركز. ده من ضمن الاجهزه حضرتك. طبعا تعديلات كتيره ازيد من 100 تعديل اللي هم حضرتك اللي هم. هل كل ده الاسباب اللي ادت للقب شيخ المخترعين؟ يعني جت منين لفظ شيخ المخترعين؟ لقب زملائي المخترعين هم بصراحه اللي لقبوني باللقب ده. وطبعا يعني انا اتشرف، الحمد لله انا عندي هوايات كتيره جدا جدا. اولا يمكن اللي حضرتك ما تعرفوش في المجال الديني انا مبتهل ومؤذن، من ناحيه الموسيقى والفن انا عازف ناي، من ناحيه الرسم انا رسام حضرتك، وليا يعني احنا لازم يكون لنا حلقات بقى في موضوع حضرتك. الحمد لله بفضل الله والشكر لله ان انا يعني في مجالات كتيره وربنا وفقني ان انا يعني من عند الله سبحانه وتعالى. وده الهام، ما هوش مثلا يعني المخترع طبعا بيعاني كتير عشان يبحث، وخصوصا اللي هو غير متخصص. هو احنا في الختام الحقيقه بنرجو انه بالفعل كل هذه الاختراعات، احنا سجلنا مع مخترعين كثيرين الحقيقه مصريين ومنهم اطفال، واختراعاتهم جيده جدا وهتكون مفيده جدا. في ختام اللقاء بشكر الدكتور محمد صلاح حسنين ابراهيم مدير عام بالشباب والرياضه بالقليوبيه سابقا وشيخ المخترعين. شكرا يا فندم لحضرتك بالتوفيق دايما. شكرا جدا. وبشكر حضراتكم والى اللقاء في الحلقه القادمه عن مصر دور. عالمصر دور وصور واحكي حكاية شعب. عالمصر دور واسأل مين فينا عاشها بقلب. تلقى الحبايب في ايدك ماشيين معاك في الدرب، قاسمين معاك الابتسامة صابرين في وقت الكرب. إرادة زي الجبل في الاجتهاد والعمل، على الحياة يقدروا، على الحياة يقدروا.